لو بتخرج كتير فاكيد هتحتاج معاك باور بانك، والنهارده انا جبت اكبر باور بانك اتعاملت معاه في حياتي من حيث الحجم ومن حيث السعه. الباور بانك ده من شركه يو جرين، يلا بينا نفتحه مع بعض. الباور بانك من شركة يو جرين، الباور بانك ده 200 واط بسعة 25,000 ملي امبير، بيدعم الفاست تشارجنج. عندك 3 منافذ ويلا بينا نفتحه. عندك طبعا على الشاشة بيجيب لك وش انيميشن كده وانت بتفتح الباور بانك، قال يعني ايه بيتفاعل معاك يعني وكده. نفتح الباور بانك هتلاقي الجثة اللي جوه دي. يا لهوي يا لهوي، بص سامع الخبطة، سامع الرزعة دي. الباور بانك كبير يا جماعة، تقيل بصراحة وكبير. للأسف هتحتاج مثلا ممكن تحتاج شنطة، لو انت بتخرج ممكن تحتاج شنطة عشان يشيلك البتاع ده، لان انت لو حطيته في البنطلون فان شاء الله هيشد لك البنطلون وهتمشي من غيره. فده بالنسبة لوزن الباور بانك. الباور بانك مش خفيف، تقريبا 600 جرام، تقريبا الباور بانك ده 600 جرام. عندك برضو في العلبة دي هتلاقي عندك شنطة تحط فيها الباور بانك الكبير ده. الشنطة دي خامتها حلوة جدا، وبصراحة انا بحب منتجات يو جرين بشكل عام. وعندك وصلة تايب سي بس ما اعتقدش انها بتدعم ال 140 واط، لان للاسف هي شكلها عاديه خالص. دي مثلا 25 واط او 45 واط بالكتير قوي بصراحه. الناحيه التانية هنا ما بيجيش معانا اي حاجه، الناحيه التانية دي ديكور للاسف. عندك هنا شويه كتالوجات كالعاده، حطهم في جنب دلوقتي. انا طبعا بقالي كام يوم بجرب الباور بانك ده، وبصراحه عاجبني جدا، خصوصا ان هو بيديك نفس طاقه الكهرباء. يعني انا عندي شاحن يو جرين 140 واط، ما بحط فيها التليفون بيقول لي مثلا ان لسه نص ساعه ويفول. نفس الكلام في الباور بانك، بيقول لك لسه نص ساعه ويفول. نفس التوقيت بيبقى موجود في الباور بانك ده. عندك 3 منافذ، 2 تايب سي واحد تايب اي. واحد من التايب سي 140 واط والتاني 100 واط، والاثنين ينفع تشحن منهم الباور بانك عادي وتحطه في مصدر كهرباء عادي، يعني الاثنين ان واوت. التاني ده اوت بس طبعا لانه تايب ايه، ومش مكتوب عليه هو كام واط، بس اعتقد هيبقى اخره مثلا 45 65 حاجه في الرينج ده كده. وطبعا مش هيشتغل على موبايلات شاومي اللي بتدعم خاصيه الفوك والحاجات اللي هي الريلمي والكلام ده، لا ده يو جرين عادي. الموبايلات التانية دي يا جماعه بيبقى ليها شاحن مخصص وليها طريقه شحن معينه، في شبايه جوه الموبايل هي اللي بتخليه يشحن بالسرعه دي، وما بيشتغلش عليه غير الشاحن اللي بيجي معاه او شاحن تشتريه له يكون نفس الميزان. لكن الباور بانكات مش هيديك ابدا سرعه ال 120 واط وال 200 واط اللي بتيجي مع التليفونات والكلام ده، لا الباور بانك بيبقى له تعامل خاص مع التليفون. يعني مثلا لو انت شاري موبايل بيشحن 120 واط، في الباور بانك ده هتلاقيه بيشحن 45 واط 65 واط بالكتير قوي، لكن مش هيشحن لك ال 120 واط، مع انه مكتوب عليه 140 واط. بس 140 واط دي للموبايلات العاديه، انما الموبايلات اللي بتفعل خاصيه السوبر فوك تشارجنج ديت لازم يكون ليها الشاحن بتاعها. عشان كده بتلاقي في كرتونه الموبايل شاحن معين للتليفون ده، شاحن مخصص له هو. سيبك من الوصله التعبانه دي، انا هجيب وصله يو جرين اللي انا بستخدمها. ده يا جماعه الشاحن بتاعي، ده صديقي صاحبي يا صاحبي. الشاحن ده 140 واط. الخبطه دي كنت في مصر حطيته في الكهرباء، للاسف وقع منها وخد خبطه دي على وشه، مش مشكله، المهم ان هو الحمد لله زي الفل. هو شاحن تقيل برضه، فانا بحب منتجات يو جرين خصوصا من ساعه ما اتعاملت مع الشاحن ده، وانا بحب منتجات يو جرين. السلك ده برضه ما شاء الله يعني قوي جدا، من النوع اللي هو الجريدد ده، اللي هو مش بيبقى بلاستيك زي ده، يعني هو مش بلاستيك زي ده، لا النوع الجريدد ده بيبقى قوي شويه بيتحمل. في نفس الوقت احنا مثلا عايزين نوصل الشاحن ده بالموبايل، هجيب لك الموبايل دلوقتي. انا وصلت الشاحن في الكهرباء عادي، هنوصل الشاحن. هتلاحظ ان هو كاتب لي هنا سوبر فاست تشارجنج 2.0 77% ده البطاريه، وعندك 30 دقيقه لحد ما يفول شحن. طيب نشيل بقى السلك من الشاحن نفسه ونحطه في الباور بانك. خليه هنا عشان الناس اللي بتعيش في نظريه المؤامره. انا شاري المنتج ده بفلوس يا جماعه، وده مش اعلان لاي حد، بس انا فعلا بحب منتجات يو جرين وبحب منتجات شركه انكر برضو، لان الشركات دي محترمه وبتقدم قيمه كويسه جدا مقابل السعر اللي بتدفعه، حتى لو المنتج غالي بس بتلاقي جوده عاليه جدا. نيجي بقى هنا نحط مثلا في طرف 140 واط، هتلاقيه كاتب لك سوبر فاست تشارجنج 2.0 نفس الكلام، و30 دقيقه برضو عشان يفول. نشيله من هنا نحطه هنا في ال 100 واط، نفس الكلام هيكتب لك 30 دقيقة عشان يفول. فده معناه ان الباور بانك ده بيديك نفس قدرة
راس الشاحن اللي في الكهرباء العاديه، ودي حاجه كويسه جدا وحاجه قويه جدا من باور بانك. وبتلاقي عندك شاشه هنا مكتوب عليها 100%، دي معناها ان الباور بانك ده مشحون 100% ولسه ما استخدمناهوش. وعندك دلوقتي بيقول لك ان انت موصل في المنفذ الثاني وان الموبايل ساحب 15.4 واط. اعتقد حاجه زي كده هتبقى اختيار مفيد جدا لو انت بتسافر كتير او انت بتعمل فلوجات بره او انت بتخرج تصور، ودايما محتاج معاك محطه طاقه، لان هو يعتبر فعلا قالب طوب انت شايله معاك في الشنطه. اي نعم هو صغير شويه عن قالب الطوب، بس هو تقريبا في نفس الوزن 600 جرام، ولكن هو اختيار ممتاز جدا لو انت بتخرج كتير ومحتاج معاك باور بانك. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجايه. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله يا صديقي. سلام.